بالمنظر ده، فده احنا هنسيبه، ده مش هنقدر ناكله للاسف. اهلا بيكم في قناه كايرو جاردن، قناه الزراعه المنزليه. لو انت اول مره بتتفرج على فيديوهات كايرو جاردن اشترك في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. النهارده يوم جديد من ايام الحصاد اللي بحصد فيه حاجات كتيره جدا. ادينا اهو في الارض، وادي البوكس اهو، الصندوق فاضي. يا ترى هنجمع ايه وهنلم ايه؟ قبل ما ابدا ما تنساش تتابعني على كايرو جاردن في كل المنصات، هتلاقيني على تيك توك، انستجرام، اي حته هتروحها ادخل على كايرو جاردن وتابعني. خليكم معايا نشوف هنحصد قد ايه النهارده. اول حاجه واكتر حاجه انا متحمس ليها هي الطماطم. تعال بص كده نشوف ايه الطماطم وايه اللي جاهز عشان نبدا نملى البوكس بتاعنا. واضح ان الطماطم اهي بدات تحمر عشان الجو بدا يتحسن، وزي ما انا قلت لكم قبل كده كل ما الجو يبقى شمس اكتر تلاقي الطماطم تحمر معاك وتبقى جميله. اللون البرتقاني ده بيبدا اصفر، يعني بيبدا زي ما انت شايف كده اللون ده اخضر الاول، بعدين اصفر، بعدين برتقاني بالشكل ده، وبعدين الاحمر الجميل اللي انت بقى ايه بتيجي تحصده. انا طبعا حصدت كتير قبل كده فمش محتاج ان انا الم كل الطماطم دي عشان ما تبصش. احلى حاجه فيها اول ما هتلمسها هتلاقيها طلعت معاك. يعني شايف الطماطمايه دي مثلا، المسها بس كده هتلاقيها ما طلعتش معاك خلاص. لو لقيت واحده تانية مثلا يا دوبك بتعوجها بس كده تلاقيها طلعت معاك، تعرف انها استوت وجاهزه وانت تقدر تحصدها. اهو بص الطماطم عامله ازاي. طيب هو عامه كتير قوي برتقاني نقدر نلم منه يعني لو انا محتاج، بس انا مش هلم كتير. ودي جودة الطماطم اهي، ودي اول حاجة هتخش معانا الصندوق. من الحاجات الرائعة اللي طالع منها كتير قوي السنة دي، وفعلا يعني عمال بص اعمل كل الوصفات اللي ممكن تتخيلها، هي الكوسة. في الكوسة انا بحاول استخدم المقص مش بتاع الزرع، مقص عادي علشان ما اكسرش الراس بتاع الكوسة. يعني بص كده، استنى اوسع لك الورقة دي اهو، بحاول اوصل بس لتحت كده ونطلع الكوسه. برضو اتكسرت، بس الكوسه برضو بتبقى بتشوك، فعشان كده الواحد بيحاول باي طريقه ان انت ايه ما تبهدلش الدنيا. ادي واحده، وادي كمان اهو شويه كوسه. الكوسه بتطلع بسرعه جدا، يعني ما بتاخدش وقت. اول بس ما تلاقي الورده طلعت هتلاقي الكوسه بدات تطلع. وادي تاني حاجه هنحطها معانا في الصندوق. في كوسه لسه كتير قوي، وفي منهم كبر وبقى ضخم، ويعني مرحله اللي هو يمكن تقدر تقول عليه كده ما بيتاكلش، او ناس معينه اللي بتعرف تعمله بالمنظر ده، فده احنا هنسيبه، ده مش هنقدر ناكله للاسف. لو ليك وصفه في الكوسه الكبيره قوي دي كده اكتبها لي. لا احنا كده الموضوع خرج بره السيطره. بص الكوسه دي لقيت 3 يمكن اكبر حجم كوسايه شفته في حياتي. بص المنظر. لا للاسف احنا اهملنا المره دي وسيبنا الكوسه تكبر بالحجم الزياده قوي ده. ما اعتقدش ان ليها، ده بطيخ ده مش كوسه. ما اعتقدش ان ليه هدف السنه دي. الهدف السنه دي ان انا اتعلم ازاي تطبخ كوسه كبيره. ما اعرفش، لو ليك وصفه كده قولها لي. لا انا زهقت، كل ما اقول اني لقيت واحده كبيره الاقي واحده اكبر منها. بص المنظر ايه ده. انضم لاخواتك. معرفش هنعمل ايه بدول، هنسيبهم بقى على باب الجنينه يمكن لو حد عايزهم ياخدهم. زرعه الخيار بصراحه ما اثرتش معايا. بص الخيار، وده حاجه تانية هنضمها للصندوق بتاعنا بتاع الحصاد كده اهو. احنا بنتكلم فيه خيار وكوسه وطماطم. طيب انا كده لميت اللي انا اقدر عليه، ودي للاسف الحاجات اللي مش هنقدر نتعامل معاها، لان طبعا بص الاحجام كده. ده هنا عندي خيار الحاجات لما بتتساب كتير طبعا ده لو انت عندك شغل بتاع وعندك مزرعه، اول ما الحاجه بتتساب كتير بتكبر زياده عن اللزوم. دي ممكن تستخدمها في البذور، يعني ممكن اسيب دي كده واطلع منها بذور للسنه الجايه. نفس الكلام في الكوسه الكبيره دي، لكن ان انت تطبخها بيبقى طعمها مش حلو قوي. بس في ناس ليهم طريقه يعني بيعرفوا يطبخوا الحاجات دي. طبعا مفيش اكل بيترمي لو حد بيعرف يطبخ يعني. احنا في حالتنا بنسيب الحاجات دي، لو حد محتاجها بياخدها يعني. جه ميعاد التفاح. عندنا هنا شجره تفاح بقى لها فتره، فكل فتره كده بنلم منها تفاح، لان طبعا بتطلع انتاج كبير. بس انت لما يبقى عندك اسره صغيره ما عندكش الفرصه ان انت تستخدم كل التفاح،
طبعا انا هنا هختار شويه تفاح صغير. طبعا ممكن تاكل من الشجره على طول لو عايز يعني، بس احنا بنعمله بنهرسه كده وبناكله للاطفال يعني لاولادنا، فليه طريقه معينه كده. انا ما اقدرش ادي لك الوصفه يعني، بس بيتهرس يعني او بيتقلي او بيتعمل بشكل او باخر، بيبقى زي حاجه كده الاطفال بيحبوها يعني. فهلم شويه تفاح ونحطهم كده مع المجموعه بتاعتنا، وده هنسميه الحصاد بتاع النهارده. لميت شويه طماطم كمان وادي التفاح. اعتقد دي اخر حاجه هلمها النهارده في الحصاد. في عندنا جزر هسيبه يكبر شويه. لميت كل الثوم والبصل وعملت فيديوهات عنها، اتفرج عليها هتلاقيها موجوده عندي على اليوتيوب على كايرو جاردن. ما تنساش تعمل لايك لو انت لسه بتتفرج، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان ناس كتيره جدا تتحفز وتتحمس للزراعه. تعالى بقى نلم اخر شويه تفاح. ودي اخر حاجه هلمها النهارده، وبكده يبقى ده اخر الفلوج اللي عملناه النهارده من كايرو جاردن. ما تنساش تتابعني على كايرو جاردن واتفرج على فيديوهاتي القديمه. عامل فيديوهات كتيره جدا عن زراعه البصل والثوم والحاجات دي كلها وموجوده على القناه. تابعني برضو على التيك توك لو عايز تتفرج على القضايا المعاصره وحاجات جديده، وتابعني هنا على اليوتيوب. اتمنى يكون الفلوج ده عجبكم، واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. مع السلامه.